بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موضوعنا اليوم إن شاء الله بيكون عن مسميات أجزاء البندقية باللهجة المحلية الإماراتية. هاي بندقية يسمونها الأول بندقية ويسمونها تفق. هاي بندقية مشرخ يسمونها مشرزة لأن بها فتحات من هني، وهاي الفتحات اللي هي كاتم اللهب، فهم يقولوا كاتم اللهب يسمونها مشرزة. والمشرخ تي نوعين، تي مشرزه وتي ما مشرزه، ما فيها الفتحات هاي، فتكون هاي المشرزه البندقيه المفضله. هذه الصبطانه، هاي الصبطانه ويسمونها باللهجه المحليه الاماراتيه ميل البندقيه. هذا الموجه الامامي وهذا الموجه الخلفي. هاي يسمونها نظور، وهاي يسمونها الريشه لان فيها صفحات هني، يقول لك ارفع الريشه او نزل الريشه، فتحات فيها هني صغير في هاي الصفائح، يقول لك نزل الريشه او ارفع الريشه. هاي يسمونها الريشه وهاي يسمونها نظور، وفي موجه داخل صغير يسمونه الحبه. هذه اخشاب البندقيه احيانا يسووا فيها جبيره هني، جبيره ذهب او فضه، جبيره هني وجبيره هني، ويحطوا فيها معلاق ويعلقون فيها البندقيه. هذا الزناد والزناد يسمونه الشيطان. هذا الأقسام، والأقسام يسمونها زلي البندقية. والأمان طبعا الأمان هني يكون. وهذا والأخمس يسمونه مرفس البندقية. والمرفس أحيانا يجي فيه بروز هني، مو بكل البنادق، في بعض البنادق يجي فيها بروز هني ويسموها بخد. هاي بندقية بخد. وكذلك يجي فيها ربلة من تحت، فهاي يكون البنادق المفضلة اللي ابو خد بتكون مفضلة، واللي فيها ربلة من تحت تكون مفضلة. البنادق اول تي نوعين، بو دوار وبو منطار. بو منطار اللي يجي الامان مالها وين؟ يجي الامان مالها بالزلي. فلما انت بو منطار يعني تنطر الصفر وتنطر الدخيره فوق تنطرها، فهاي الشيء يتزامطون فيه في الاعراس، يقول بندقية فلان تنطر اكثر من بندقية فلان. فلما يسحب الاقسام بالطريقه هاي، سحب الاقسام، رد الاقسام، انتطرت الصفره او الخشن انتطرت مسافه بعيده. عمو بدوار لا، بدوار لما تسحب الاقسام الصفره او الدخيره وين تطيح تحت ريولك، يعني ما تنطر مكان بعيد. اول كيف يفحصون البندقيه؟ والله يسلمكم، سحب الاقسام، مد البندقية، طالع بطل البندقية أو طالعها بالصوب الثاني، شاف كم لي فيها، كم لي في البندقية. اللي هي دوائر تجي من هني لين آخر الميل، دوائر فيها 3 لي، فيها 4 لي، فيها 5 لي، فيها 6 لي. كل ما زاد اللي كل ما زاد مدى البندقية في الرمي، فتكون البندقية المفضلة اللي هي فيها لي أكثر. ثاني شيء، اولا ثاني حاجه، كيف يفحصون البندقيه هذه مستهلكه او غير مستهلكه. يجيب الطلقه هاي ويحطيها وين؟ يحطيها على فوهه البندقيه، حطها على فوهه البندقيه. اذا الطلقه هاي تمت لهني لفوق، وقفت يعني فوق، قال لك هاي تبقي راس المخباط. اذا نزلت لتحت قال لك هاي تبقي نص المخباط. اذا سارت كامل داخل، مره داخل، قالت هاي تصرت المخباط، هاي مخريه، يعني هاي ما مستهلكه كثير. كيف مستهلكه كثير؟ لان اللي اللي خبرتكم عنه من كثر الرمي تتوسع الفوهه هني، تتوسع. فلما تتوسع هذا ينمسح، يعني اللي ينمسح، فيعرف ان البندقيه هذه مستهلكه كثير. هذه طبعا اجزاء البندقيه. ثاني حاجه الهدف لما يقول لك حط لفلان هدف او حط له يعني على اساس انه يرمي الهدف، شو يسمونه؟ يسمونه نيشان او يسمونه شبح. يقول لك حط لفلان شبح او حط له نيشان، حط له نيشان. ثاني شيء في بعض الطلقه يسمونها طلقه، ويسمونها زانه، ويسمونها مخباط، زانه ومخباط. في كذلك في طلقه اللي هي اناره، الاناره يسمونها تريسه. فلما يحط النيشان او يحط الشبح، يخلي واحد ورا يطالع على اساس يشوف رميه وين صار الرمي، هل هو اصاب الهدف ولا ما اصاب الهدف. اذا كانت تريسه او كانت الاناره، فهي تراها تلمع ببطن الهدف. اذا ما كانت تريسه فهي تراها تغبر. فهذه مد في البندقيه في الطريقه هاي، رمى اللي ورا، شاف الرمي ماله وين. اذا كان
الرمي فوق قال له اشهر الحبة. اشهر الحبة شو؟ اشهر الحبة يعني ارفع الرمي. أو قال له اطمس الحبة. اطمس الحبة يعني شو؟ نزل الرمي. وإذا كانت تاخذ يمين أو تاخذ يسار بيقول رميك ياخذ يمين أو ياخذ يسار. كذلك أول يقول لك طيش البندقية. طيش البندقية يعني شو؟ طيش البندقية يعني خذ احتياط الأمان، يعني فضي البندقية. شوف البندقية فيها ذخيرة أو ما فيها ذخيرة، يعني اسحب الأقشام، فضي الذخيرة وطيش، يعني أنت طيشت البندقية. فلما يقول لك طيش البندقية يعني خذ احتياط الأمان. وفي قصيد جميل أول حق السلاح. السلاح أول الناس تتزين فيه زينة رجال سلاحها، فكان عن الدفاع عن النفس، وكان كذلك تتزين ويتفاخرون فيه سلاح. في قصائد جميلة للسلاح أول، وخاصة على المشرخ يقول فيها صوت حس المشرخ شوقني، سوت قصيفه ومرعدية، وحس الكند اللي توصفونه لا بان ولا سوى فعايل. في قصيدة ثانية بعد تقول دارت على قلبي مشرخ ليز ليها على الوليمة، راعي القند قلبه تجرح والمعدني زاين ونينه. كذلك في قصيدة ثانية تقول يا محمد يا راعي المشرخ تخلي القتيل طايح محله. في قصيدة ثانية بعد عن الفلسي تقول شيب الراسي ضرب الفلاسي. وسلامتكم.